بيبدأ فيلمنا ببطلنا فيني وهو في العربية ومعاه صاحبه، ومن الكلام بينهم بنعرف إن معاهم شحنة دهب ومخدرات وإنهم هيوصلوها لشخص معين. ولكن فيني بيلاحظ إن في عربية مراقباهم وبتحاول إنها تقرب منهم، فبيقرر فيني إنه يزود السرعة ويهرب منها. ولكن اللي في العربية كان سريع جدا ومتمكن من السواقة، وده خلى صاحب فيني يخرج السلاح بتاعه وبدأ إنه يضرب نار على الطرف التاني اللي هو كمان كان معاه سلاح، وضرب صاحب فيني لا وكمان أصابه برصاصة، وده خلى فيني يتوتر وما كانش عارف يهرب أبدا بالعربية، وعشان كده ركن على جنبه وأخد السلاح وخرج بره العربية وبدأ يضرب النار على الطرف التاني. ووقتها بنشوف طيارة الشرطة وبنعرف إن الطرف التاني ده أصلا ظابط وكان مراقب فيني وصاحبه من فترة ومستني الوقت المناسب اللي يقبض عليه. ولكن للأسف فيني بيتهور وبيضرب نار على الظابط وبيجيبه الأرض، وفي الآخر بيتم القبض عليه ويتم نقله لسجن الولاية، واللي هناك استغل الوقت وكان بيدرب نفسه. بتنتقل بينا الأحداث لسكان فرانسيسكو مع أليكس اللي جاله تليفون من مخبر صاحبه بيعرفه إنه أخيرا لقى ابنه اللي كان بيدور عليه من سنين، فبياخد نفسه بسرعة وبيتجه لسجن الولاية. وبكده بنعرف إن ابنه هو فيني بطل فيلمنا. بيوصل أليكس السجن وبيتم تفتيشه بعناية شديدة، وبيكون أليكس مركز على شكل الضباط وكمان أساميهم. وفي الآخر بياخدوه بيقابل ابنه فيني اللي بالله ما كان طايق أبوه خالص، وكان بينده عليه باسمه العادي ولا كأنه أبوه. ومن الكلام بينهم بنعرف إن فيني كان متخفي كل الفترة دي باسم فيكتور، وده اسمه مزيف طبعا، وإنه اختار الاسم ده بالذات لأن أمه كانت تتمنى إنها تسميه فيكتور، لكن الحاج أليكس رفض وسماه فيني. ولما أليكس بيسأل ابنه عامل ايه في السجن بيفتكر فين اللي حصل فيه والهجوم اللي كان بيتعرض ليه من نينجا السجن، لكنه كان سندال وعارف يدافع عن نفسه كويس قوي. نرجع للحاضر من تاني، وما زال فيني مش طايق وجود ابوه اصلا وكل شويه يساله ايه اللي جابك، لكن أليكس كان ماسك اعصابه بالعافيه وقال لابنه احكي لي اللي حصل معاك وخلاك توصل هنا. بيبدا فيني يحكي ليه عن الضابط اللي قتله والحوار اللي حصل في اول الفيلم، ولما ابوه اتضايق انه ازاي يقتل وظابط كمان اتضايق عليه فيني وقال له انت يعني اللي شغال دكتور. وبنعرف ان أليكس قاتل مأجور وكان شغال تبع النينجا والمرتزقة، وده سبب كره فيني ليه، وانه دايما بسبب المهمات كان بعيد عنه وعن امه اللي ماتت وكانت امنيتها انها تشوف أليكس، وان فيني كان دايما وحيد وفي المدرسة كل الابهات مع اولادها الا هو اللي كان لوحده، حتى في حفلة التخرج كان لوحده برضه. اتأثر أليكس بكلام ابنه وده خلاه يتأسف ليه، ولكن فيني رفض اعتذاره لأن كل حاجة انتهت خلاص، أمه ماتت وهو دخل السجن. وأخيرا زعق لأبوه قال له ما تجيش هنا تاني وسابه ومشي. بتلف بينا الكاميرا على لجنة في السجن ومسجون اسمه ماكس، وبنعرف إن ماكس قدم التماس لأنه عايز يخرج من السجن بحكم السن وكده يعني، وبيبان قد إيه إنه شخصية قوية وعارف هو بيعمل إيه كويس قوي. الغريب في كل ده إن ماكس أصلا إرهابي درجة أولى، وإنه جوه السجن بس قتل 3 مساجين، وإنه في مرة كان ليه لقاء مع مأمور السجن بوظ له عينه. وهنا واحد من اللجنة بيسأله أنت بعد كل اللي عملته ده وشاف إنك تستحق يتم الإفراج عنك؟ وبكل بجاحة بيرد ماكس بإن اللي فات مات وإن ربنا هداه يعني. ولما رجعوا سألوه هل ده سبب كافي الإفراج عنك؟ فكان رده بإنه شايف إنه جوه السجن أخطر من وهو بره السجن، فاللي هو أنتوا تخلصوا الحوار وتفرجوا عني بدل ما أقتلكوا كل يوم واحد يعني. في الوقت ده بيخرج من الاسانسير ريد ومعاه الفريق بتاعه، ودول قتلة مأجورين شغالين لحساب ماكس، وطبعا جايين علشان يهدوا السجن باللي فيه ويخرجوا ماكس اللي كان بيسأل عن الساعة لأنه عارف إن عصابته على وصول، وكان بيضيع وقت في الكلام لحد ما يوصلوا ليه. وهنا ريد كان بيزرع متفجرات في حمامات السجن علشان ينفذوا خطتهم في الاستيلاء عليه. أما الشرطية اللي كانت مع ماكس فقتلت المأمور وبيبان إنها تبع فريق ماكس. في الوقت ده بنشوف أليكس وهو في حمام السجن وكان لسه ما خرجش منه، وهنا حصل الانفجار اللي عمل دمار في مبنى السجن كله، والشرطية قتلت كل أعضاء اللجنة واحد ورا التاني. أما ريد فكان عمال يقتل في أي ضابط يقف في طريقه، واستولى على كل كاميرات السجن، وقال لماكس في المايك إن كل حاجة تحت السيطرة. وبالفعل ماكس اتكلم في المايك وقال لكل المساجين إنه استولى على السجن. وهنا بيبان إن أليكس لسه عايش لكنه متأثر بقوة الانفجار، وكمل ماكس كلامه للمساجين بإنه هيخلي الحكومة توصل ويطالبهم بشوية حاجات كده، وإن اللي عايز يكون في فريقه يا أهلا بيه، أما اللي مش موافق فبيقدر إنه يخرج من السجن وياخد حريته. ووجه رسالة للأهالي اللي كانوا في زيارة لقرايبهم من المساجين إنهم يسلموا موبايلاتهم لفريقه، وإنه هيتم أخذهم كرهينة تحت تهديد السلاح علشان الحكومة تستجيب لمطالبهم. وبينده ماكس على الشرطة اللي تبعه وبيخليها تصوروا فيديو
علشان يبعتوا للحكومة ويعرفوا فيه إن السجن تم السيطرة عليه، وبيعرفهم بنفسه وبإنه بلا فخر مسجون بتهمة زرع وتفجير القنابل في الكنائس والمباني الحكومية من 12 سنة، وبيكذب عليهم وبيقول لهم إن أعضاء اللجنة رهاين معاه، وإنه لو ما تمش الموافقة على طلباته فهيقوم بقتلهم واحد ورا التاني. وكان أول طلب لماكس إن الحكومة تقوم بإطلاق سراح الأعضاء الستة من عائلة ترير، ودول إرهابيين برضه تم القبض والسيطرة عليهم من فترة، وإن يتم نقلهم بسلام لدولة لا تقبل بتبادل السجناء مع الولاية، وإن يتم نقله هو شخصيا معاهم في طيارة هليكوبتر خاصة، وبيقول لهم معاكم 6 ساعات تخلصوا في الليلة دي. في الوقت ده أليكس بيشوف ظابط ومن غبائه بينده عليه وبيسأله إيه اللي حصل، وده أصلا بيكون واحد من فريق ماكس لكنه متخفف زي شرطي، ولسه المجرم هيقتل أليكس لكنه قدر ينقذ نفسه على آخر لحظة، وقدروا إن يجيبوا الأرض ويخلص عليه وياخد أسلحته كمان. وبيطمن أليكس باقي العصابة اللي سمعوا صوت ضرب نار وقال لهم إن كل حاجة تمام. نخرج بره السجن شوية وبنشوف الحكومة اللي وصلت قدام السجن لما شافت الفيديو بتاع ماكس، وبيبان الضابط كولمان وده المسؤول عن التفاوض مع ماكس وتلبية طلباته، وبنعرف إن في شوية مساجين قدروا إنهم يهربوا أثناء الانفجار اللي حصل من شوية، ولكن تم القبض على شوية منهم والباقي لسه بيدوروا عليهم. والمفاجأة بقى لما بنعرف إن ماكس أصلا كان عضو فرقة القنابل في شرطة لوس أنجلوس. بنروح مع بعض الماكس وهو بيتكلم مع ريد وشاف المساجين اللي اختارت تنضم ليه، لكنه بكل عنف قتل واحد فيهم بحجة إنه منافق وأي كلام، وبعدها سأل المساجين اللي من ضمنهم فيني لو حد فيهم يعرف مكان مخزن الأسلحة، وكان فيني هو اللي يعرف المكان وأخدهم لهناك. أما كولمان بره فكان بيكلم كل المساجين اللي جوه وبيقول لهم إن اللي هيهرب منهم فهيتم القبض عليه في ثواني، وإن حوار الحرية والكلام ده مفيش منه، وإن أي مسجون هيتم القبض عليه بره السجن فهيواجهه عقوبة شديدة جدا. الكلام ما عجبش ماكس اللي ضرب طلقتين في الهوا وقال لكولمان إنه قتل دكتور السجن، وإن أي تأخير في المطالب اللي هو قالها هيخليه يقتل الرهاين واحد ورا التاني. من هنا أليكس اتصل بكولمان وقال له إن ماكس اللي قتل دكتور السجن ولا حاجة وإنه بيكذب عليه. ولما كولمان بيسأل مين اللي بيتكلم معاه أليكس قال له اعتبر إن ليك صاحب جوه السجن، وقال له كمان إنه ما يسمعش المطالب ماكس خالص لأنه هيخلص عليه وينهي الحوار كله. في الوقت ده بيسمع أليكس صوت 2 من عصابة ماكس بره بيهجم على واحد فيهم وبيخلص عليه في ثانية إلا ثانية، ولما التاني بيخرج من الحمام بيخلص عليه هو كمان. ومن هنا بنشوف العصابة وهي في مخزن الأسلحة وريد بيتكلم مع فيني وبيقنعه يشيل سلاح وده لأنه بقى واحد منهم. أما أليكس فكان مستمر في مراقبة عصابة ماكس وأي واحد كان بيقابله منهم كان بيخلص عليه بسهولة، وكان باين قد إيه هو نينجا في القتال. أما كولمان فكان بيتكلم مع ماكس اللي بيقول له فات ساعتين ومفيش جديد، ولما لقى كولمان بيرغي في كلام فاضي ضرب ماكس طلقتين في الهوا وفهم كولمان إنه قتل واحد من الرهاين، وإن كل ده بسبب إهماله وإنه بيقلل من مطالبه ومستهزئ بيه. بنروح لفيني اللي كان ماشي مع شوية من المساجين وكان أليكس مستخبي، لكن فيني كان شايفه وما عملش ليه حاجة وبيسيب زمايله وبيمشي. أما أليكس فرمى عليهم قنبلة دخان والمساجين ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط، وده خلى واحد منهم يخاف ويهرب بسرعة، وأليكس هجم عليه بالسكينة وقتلهم واحد ورا التاني. تعالوا نروح لفين اللي سأل ماكس فين جثث الرهاين، وبيقدر ماكس انه يسيطر على عقله ويفهمه انه مش بتاع قتل ولا الكلام ده، وانه ما قتلش الرهاين اصلا وانهم في امان، وبيعرفوا كمان انه كان عضو مشهور وليه اسمه في شرطة الولاية، وبيفهموا انه كان بيفجر مباني الحكومة والكنايس علشان يحصر الحكومة على مبانيها اللي هي اهم من الشعب عندها، وانه لما حد بيحتاج انه يأذي اي حد بيأذيه في اللي بيحبه او في اعز حاجة عنده. وده اللي انا بعمله في الحكومة، اني بفجر وبدمر المباني والمنشآت اللي هي اهم واعز حاجة عندها عشان يحسوا بالمواطنين ويلبوا ليهم طلباتهم. من هنا بيوصل المجرم اللي هرب من أليكس وعرف ماكس ان في واحد عمال يقتل فيهم ورمى قنبلة دخان عليهم. بيكلم ماكس الضابط كولمان وبيقول له احنا مش اتفقنا محدش منكم يدخل المبنى، وقام عمك ماكس ضارب طلقتين في الهوا، وطبعا فهم الضابط انه قتل رهينة تالتة. وقتها كولمان اتصل بأليكس اللي عرفه انه لحد دلوقتي مش لاقي مكان الرهاين وانه متأكد انهم ميتين اصلا، وبيعرفه كمان انه ليه ابنه فيني اللي عايز يخرجه من المكان بسرعة قبل ما ماكس يأذيه. بنشوف ماكس وهو مجمع فريقه وبيقول لهم ان في واحد بيقتل فيهم لكن مش معروف هو مين، واللي هيقتله فيهم ليه مكافأة $1,000,000. اما أليكس فقدر انه يوصل لمكان الرهاين وبالفعل لقاهم مقتولين، فعلى طول كلم الضابط كولمان وعرفه ان الرهاين ماتوا من بدري وان ماكس بيلعب بيهم. وفجأة بيلاقي أليكس واحد من عصابة ماكس وكان طول بعرض وحاجة كده ضخمة، بيدخل أليكس معاه في قتال لكن المجرم ما كانش بيتأثر بأي ضربة، وده خلاه يشيل أليكس ويرميه لبعيد، ولكن أليكس لقى مسدس صغير وعلى طول ضربه بيه لحد ما المجرم وقع عليه وكانت لسه السكينة في ايده،
وكان مصمم يقتل أليكس، لكن السر الإلهي طلع ومات أخيرا. في الوقت ده ماكس شغل دماغه وكلم كولمان من رقم غريب، وكولمان كان فاكر إنه أليكس ونده عليه. وقتها ماكس قال له يبقى الراجل بتاعك اللي بيقتل فينا اسمه أليكس. اللي كان لسه بيخرج من الأوضة هوب لقى فيني عمال يضرب نار عليه وهو ما يعرفش إن أبوه أصلا، لحد ما الاتنين قربوا وعرفوا بعض. وفيني حذره من ماكس وقال له إنه لازم يخرج بره المبنى وإنه يبعد عن الموضوع نهائي، ولكن أليكس رفض وعرفه إن ماكس مجرم خطير وإنه قتل كل الرهائن البريئة اللي ملهاش ذنب. لكن طبعا فيني كان ماكس عامل له غسيل مخ محترم، وقال له إنه مش كده وإنه ما قتلش أي حد أصلا، وإنه كان بيضرب الرصاص في الهواء. أما عن الرهائن فهو حاططهم في مكان آمن. وآخر ما فيني زهق من أبوه ضربه برصاصة في رجليه وسابه ومشي. بيمشي أليكس لحد ما بيقع على الأرض وبيخرج الرصاصة من رجليه وبيربط الجرح علشان يوقف النزيف. أما ماكس فاتصل بيه وبيعرفه إنه مش هيسيبه لأنه قتل معظم رجالته. لكن أليكس كان سنداله وقال له اللي عندك اعمله، ده لو عندك أصلا حاجة تعملها. وقتها ماكس قال له إن مفيش حد يقدر يخفي نفسه في مكان لمدة طويلة كده إلا إذا كان من المخابرات المركزية أو من النينجا اللي هم القتلة المأجورين يعني. وعشان ماكس ذكي يقدر يعرف أليكس مين بالظبط، وكمان خمن إن سبب وجوده في السجن إنه أكيد ليه حد قريبه كان بيزوره. المفاجأة بقى إن أليكس بيطلع أصلا عضو في الكونجرس، وإنه كان في مهمة والطيارة وقعت وبسبب كده هو فقد كل فريقه، وإن الأمر انتهى بأليكس في واحد من معسكرات أسرى الحرب، وإنه اضطر للقتال علشان يلاقي طريق للخروج لأن الحكومة رفضت الصلح، أو بمعنى أصح رفضت إنها تنقذه، ومش مهم موت واحد قصاد المصلحة العامة. وبنعرف كمان إن الحكومة ما اكتفتش بكده وبس، لأ ده طلعت أليكس على المعاش واستغنت عنه بعد خدمة سنين طويلة. وقتها ماكس قال له ده بالظبط اللي انا بسعى ليه، ان لازم الحكومه تقدرنا ومش عشان غلطه واحده تستغنى عننا. لكن أليكس قال له انه في طرق تانية كتير احسن من كده علشان يعبر عن رايه، بدل القتل والتفجيرات اللي ملهاش لازمه وادت لموت ناس بريئه كتير. وبينتهي الكلام بينهم، ووقتها أليكس اتصل بالضابط كولمان لانه حس بخطور على ابنه من ماكس اللي قدر يغسل له عقله ويضمه لعصابته. على طول كولمان قال له ان طياره ماكس الخاصه على وصول، وبمجرد ما يخرج هيتم القبض عليه او قتله. اما فريقه اللي في السجن فهيتم تصفيتهم واحد ورا التاني، وان مش باقي غير كام دقيقه عشان ينقذ ابنه. وبالفعل بنشوف القوى المركزيه وهي داخله للسجن. بيقرر أليكس انه يستغل الكام دقيقه دول، وبيبدا انه يهجم على رجاله ماكس واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم واحد ورا التاني. اما ريد المجنون فكان مبسوط قوي باللي بيحصل، وبيراقب من بعيد ضرب النار بين أليكس ورجالته لحد ما أليكس بيصفيهم. وبيقابل بقى ريد اللي طلع رجوله ورمى السلاح لان أليكس مش معاه سلاح زيه، وخلوها بقى راجل لراجل. والمفاجأة ان أليكس كان اقوى من ريد، وكان عمال يضرب فيه بكل قوته لحد ما قدر انه يسيطر عليه تماما. بس في الاخر دي بتطلع حيلة من ريد علشان أليكس يخرج كل القوة اللي عنده ويقدر ريد يسيطر عليه. وبالفعل أليكس بيتجاب الارض وبيسخر ريد منه وبيعرفه ان نينجا العين ملوش اي لازمة. ومن الكلام بينهم بنعرف ان ريد هو كمان كان حاجة جامدة قوي في الشرطة، بس الزمن جه عليه، وانه كان في مهمة خطيرة وكل اللي معاه ماتوا الا هو. كان مصاب بإصابة شديدة ولكن الجهة المسؤولة عنه دورت عليه، بس اي كلام مش بجد يعني. ووقت ما ريد بيتكلم أليكس قدر انه يستعيد شوية من قوته ويقف على رجليه، وهجم على ريد مرة واحدة ونزل فيه بضربات قوية متتالية ورا بعض لحد ما صفاه. اما ماكس فقال لي فيني يلا بسرعة الطيارة وصلت. وقتها فيني قال له طب وباقي الفريق؟ وهنا بقى اتصدم من رد ماكس لما قال له انهم كده كده مش هينجوا ففكك منهم ويلا احنا. وبيطلعوا الاتنين على سطح المبنى، وهنا ماكس رفع السلاح على فيني وقال له ان ابوك هو اللي بيقتل في فريقنا، وعشان تثبت ولائك ليا خد السلاح واقتل ابوك قدام عيني. وبالفعل بيوصل أليكس للسطح، لكن فيني رفض يقتل ابوه، وده خلى ماكس يضرب رصاصة على أليكس. على طول فيني خاف على ابوه جري يطمن عليه، ولكنه مسك السلاح وضرب بيه ماكس اللي اترمى على الارض، لكنه قام ومسك في سلم الطياره في محاوله للهروب. اما فيني وابوه حضنوا بعض، وعارف فيني ان ابوه قد ايه بيحبه وبيخاف عليه، واخيرا علاقتهم اتصلحت ببعض. اما عن ماكس فمات وهو على سلم الطياره من الرصاصه اللي اخدها من أليكس، اللي اخد ابنه وخرج في وسط الشرطه اللي تراجعت بالاسلحه اول ما شافتهم. وبكده بنكون وصلنا لنهاية أحداث فيلمنا. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. سلام.